رائد، نبغاك تعطينا قصة الشيخ يوسف السرحاني. حياك الله أبو أحمد. جولة إشرافية تعليم إلى منطقة أنشيفة، وأول مرة أنا أعرف أنه مثلا قائلها، وكان معنا الأستاذ أحمد حسن العرادي من ضمن المجموعة احنا طالعين، فقال بقول البيت هذا ما يستريح اللي عزم له رجاجيل اللي دعاهم للعشاء واستجابوا. قال لي تعرف من قال هذا البيت؟ قلت له لا والله، هذا الكلام 1422 تقريبا. فقال لي هذا قالوا من نشيفة. قلت لابد ان نروح نزوره. قال لي والله تعرفه؟ قال اعرفه، هو الشيخ يوسف يعرف احمد العرادي، احمد حسن. فقلت له لازم نروح. طبعا جوالاتنا ما كانت تسجل. قلت له خلينا نشتري استاذ احمد مسجل من البقاله في النشيفه حتى لو كذا نسجله. قال لا يا شيخ ما يحتاج، يمكن ما نلقاه وكذا. رحنا ليه عند بيته ولقيناه. قال هذاك هو الرجال تشوفه، يعني هو الشيخ يوسف السرحاني. يوسف السرحاني، اي الشيخ يوسف السرحاني. فدخلنا طبعا لعنده، واول ما جينا اشر لولده او واحد من العيال عنده، يعني روحوا من كرمه، يعني اذبحوا للضيوف. واحنا كان العشاء حقنا فايت، يعني مسبوقين. فقلنا له والله يا شيخ يوسف يا ابو مشهور، احنا والله عشانا فايت. فكان حط اصابعه في اذانه، يعني يقول ما اسمع. ليه؟ لانه ما يبغانا نقول له احنا معزومين او كذا، من كرم الرجل. قلنا له والله وعلمناه وجلسنا. قال هذه قصة البيت. قال لنا هذه القصة كان في الرياض، هو عام 1399 تقريبا. ف طبعا قلنا له اعطينا المناسبة حقتها. قال والله انا عزمت ضيوف، وكان في واحد بنتظره من جماعتي جاي، وزملائي في الرياض عسكري هو، كانوا يعني متحرين جولة أو جوة هذا الرجل حتى إيش أعزمه. هو من الكرام الكريمين طبعا هو. فسوى ذبيحة، وكان قلق، يقول لك وداها المطعم واحد من زملائه لأنه كان هو مستلم يقول. فراح يشوف الذبيحة هذه، فزي ما يقول يشوفها هل تفي بالكرم ولا ما توجب ولا ما توجب، وتوجب او ما توجب. فيقول خلاص رح ضيوف، يقول جونا الضيوف ورحبت فيهم، وقهوه وشاهي وطيب، وننتظر العشاء. جاء العشاء، فلما قدمت له العشاء بيقولوا لي استريح يا ابو مشهور، وهو واقف طبعا يرحب ويهلي بالضيوف. فقال البيت يقول قال ما يستريح اللي عزم له رجاجيل اللي دعاهم للعشاء واستجابوا. واتبعه ببيت ثاني بنفس اللحظة، يعني ما وفروا شاتي ذيابة مكيحيل، ما عمرهم عن هبة الريح غابوا. طبعا هو يقول البيت الأول اشتهر، ولكن البيت الثاني حس انه سكتوا الضيوف وهو يمازحه. مع هو دائما يمازح خويانه او رفاقه يمازحهم، فسكتوا بياكلوا يعني. فهو بعد ما رجع للبيت بيته حس انه قال البيت الثاني يعني ما ناسبه، فاتبعه ببيتين اخرين. يقول ما يستريح اللي عزم له رجاجيل اللي دعاهم للعشاء واستجابوا، ما وفروا شاتي ذيابة مكيحيل، ما عمرهم عن هبة الريح غابوا. يستاهلون الحيل ذباحة الحيل، كم حايل من عقر الضين جابوا. يا البيض يلي تلبسن الخلاخيل، شوما عن اللي بالمواجيب خابوا. طبعا هذا البيت اللي هو ما يستريح اللي عزم له رجاجيل اشتهر على مستوى الخليج العربي وغيره من الأماكن، حتى أنه الملك عبد الله رحمة الله عليه قيل أنه استشهد بهذا البيت عندما كان عنده ضيوف طالعين مخيم، وكان
مستلم، كان فيه هواء شديد وكان مستلم عقب البيت هذا، فقالوا له استريح يا ابو متعب. قال ما يستريح اللي عزم له رجاجيل اللي دعاهم للعشاء واستجابوا. فاشتهر هذا البيت اللي هو بيت يوسف السرحاني عليه رحمة الله. فيعني رجل ما يعني تجلس عنده ما تمل حديثه، تجلس عنده ساعات وساعات ما تمل حديثه رحمة الله عليه. وبعدين اشتهر هذا البيت، وناس تقول انه من القبائل المختلفة، ولكن هذا وثقه الشاعر، وثقه المعروف اللي هو الناقد سلطان سليمان جابر في جريدة المدينة، وذكرت هذه القصة له فنشرها، وبذلك أيضا وثق هذا البيت أو هذه القصيدة لهذا الشاعر. أنا سألته ما وفره شاتي ذيابة مكيحيل. إيش يعني ذيابة مكيحيل؟ هل هو مثلا مكان في أنشيفة؟ قال لي لا، هذا مكان في شمال الحجر، جبل من الجبال تكثر فيه في ذلك الوقت، يعني القديم، في الوقت القديم الذيابة. فيمكن ما يمر صاحب غنم أو راعي غنم بسهولة في هذه المنطقة، لأنه تأكلها أو تأكله الذياب. فقال ما وفروا شاتي ذيابة مكيحيل، ولكنه رجل كريم وهو يمازح زي ما نقول ايش ضيوفه واصدقائه، اصلا هم اصدقائه منهم، والضيف هذا واحد من القادمين اليه من بلدته او من اهله. وعليه رحمة الله. فهذه هي قصيدة وهذه شاعرها. وذكر لي احد الشباب اللي كان يعمل معنا، قال والله ابويا كان من الناس اللي اكلوا على هذه الذبيحة او على هذه المائدة التي قيلت فيها هذه القصيدة. وانت اخذت القصيدة من صاحبها اللي هو الشيخ يوسف السرحاني. يوسف السرحاني رحمه الله عليه رحمة الله. شكرا براد، يعطيك العافية وما قصرت. حياكم الله. قصة جميلة. هلا حياكم.